انتم شايفين كده. بصوا كمان، لا موز ده عامل عظمه الصراحه. ويلا بينا نجرب. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى جايب تحدي جديد وتقييم جديد من مطعم موز. هنقيم كل حاجه مع بعض. انا هختار الحاجات كده اللي عندهم ممتازه واللي عليها طلبيه اكتر واللي بتطلب كتير، فانا اخترت طلبيه مميزه علشان انتوا وعشان اعرفكم تقييمي ليها ايه، وهنتحدى برضه في التحدي في 20 دقيقه. جايه لكم تحدي جديد وتقييم جديد من مطعم موز. طبعا اكيد كله عارف مطعم موز. واحنا هنقيم مع بعض وهنعمل تحدي برضه مع بعض. هنشوف كل حاجه في الفيديو. هرجع لكم اول حاجه معانا الفرايز. معانا اسمها صواريخ موز. البضاعة حلوة جدا والسبيشال بتاعهم في موز، فاحنا قررنا ان احنا نجربه معاكم وانا من ضمن التحدي برضه. وتاني حاجة معانا المعلم فوليو. ده برضه ساندوتش. هقول لكم برضه الاسعار بتاعت كل واحد وهصور لكم برضه، هفتح واصور لكم كل حاجة. وتاني معانا لارج بومبا. لارج بومبا يعني صواريخ موز ومعانا فوليو ولارج بومبا. تمام. هنفتح بقى كل الحاجات دي عشان نبدا التحدي وهرجع لكم تاني. واول حاجه هنبدا التحدي بتاعنا. التايمر هيبقى فوق معانا لحد 20 دقيقه، والمطلوب مننا ان احنا نخلص كل الحاجات دي. وطبعا معانا التحليه بتاعتهم من موز برضه، الوافل، السبيشال بتاعهم نوتيلا او شوكولاته معتقد. هقول لكم برضه في المنيو واعرفكم اسعاره كام وهنشوف مع بعض كل حاجه. نبدا بقى التحدي. التايمر فوق مع اول حاجه. اول حاجه هتبقى البطاطس اللي هي من موز، اللي هي الصواريخ زي ما بيقولوا، دي اسمها بطاطس صواريخ من موز. دي الفرايز بتاعتهم. دي الفرايز تمام. كلها بقى صوصات. هو قال لي فيها صوص ريزو وفيها شيدر، فيها صوص كمية صوصات محترمة بجد. يعني هم متوصلين بجد بالاوردر وحاطين فيه صوصات كتير جدا. هندوقها مع بعض ونقيم. هو حاطين فيها سوسيس. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو. هو سوسيس مع بطاطس مع قطع فراخ. قطع فراخ فظيعة تحفة يا جماعة. بسم الله. طعم تحفة جدا. البطاطس مع السوسيس مع الفراخ طعم فظيع. والصوص كمان شيدر برضه صوص الريزو. حلو قوي. مليون فراخ. وفين فراخ قوي.
هو اصلا الواحد هو الواحد ياكل الفراخ دي مش محتاج اي سندوتش تاني معاها الصراحه، فظيعه. حلوة أوي. تحفة. سيسيس الصراحة طبق خطير ما شاء الله. طبق ولا كلمة، مش محتاج أي حاجة كمان. شوية فولة مش مقاطعة يا جماعة، مصري مصري 100%. حط بقى شوية ايه، محتاجة شوية حاجة ساقعة كده. هو مش محتاج حاجة تاني الصراحة. هو دلوقتي بيعدي فوق ايه؟ انا مش عارفه اوصل لك لحد دلوقتي. يا رب ايه اعرف استكمل التحدي ده واكون قدها ان شاء الله. ادعوا بالله عليك اكون قدها، لان الكميه كبيره جدا. هما ما شاء الله مصريين كتر. مليئة فراخ. لو صدم حد هنا في الفيديو ما تنسوش ما تضغطوش عليا باللايك بالله عليك، عشان هو اللي بيعلي الفيديو. شجعوني بقى. حابة أشكر كل واحدة هبلع عليكم. حابة أشكر، وأنا كنت كده عايزة أشكر بجد. حابة أشكر كل حد بيدعمني حتى الأولاد، وحابة أشكر برضه الناس اللي بتدافع عني وكمان أهلي. البطاطس غرقانة صفار ما شاء الله. اللي عمل الطبق ده شيف شاطر بجد. اللي عمل الاختراع ده بجد شيف شاطر ولا كلمة.
حتى الصوصات اللي تحت غرقانة صوصات وغرقانة سوسيس. أول حاجة تطلبوها في النص الفرايز دي على ضمانتي، هنديها أنا لو اديتها 9/10 هكون ظبطتها الصراحة. هنا هنديها 100/10 والله ما أكبر بجد تستحق الصراحة. مش عارفة كويس تطلع وعايزاكم برضه يا جماعة تقولوا لي اقتراحات حلوة هجربها معاكم. انتوا كده في الكومنت، أنا بحب آخد رأيكم جدا على فكرة. يا رب أكسب. صوص الريزو عطي طعم كده مختلف، تحس إن فيه زي سنة قرفة كده. عطي البطاطس طعم مع السوسيس طعمهم كده ميكس حلو قوي. يا جماعة مليين فراخ، أنا حاسة إن أنا باكل فراخ بالصوص. والله فعلا. أنا لازم أعرفكم الطبق التحفة ده بكام. ثانية واحدة، الطبق الجامد ده صواريخ موز ب140 جنيه. الصراحة سعر حلو جدا. فانا يعني يا رب اكون وصلت حتى لنص الوقت. يعني هو دوت عايز نص ساعة عشان 20 دقيقة. من كتر ما هو كبير ومليان السوسيس والفراخ، فانا مش عارفة انا هقعد اضغط في دول ازاي دلوقتي. فهو تحدي ولازم نكون قدها.
طيب شوفوا عايزين نعمل لكم تحديات ايه تاني وانا اعملها لكم. اقترحوا برضه عليا في الكومنت ده. هيكون كبير جدا. المرة الجاية بقى إن شاء الله هنجرب لكم برضه تجربة تانية. شوفوا انتوا عايزين فين، نجرب ايه تاني؟ همبرجر. شوفوا انتوا عايزين فين ايه؟ وعايزة أعرف برضه رأيكم. ايه رأيكم نجرب التحدي بعد كده في الشارع، في المحل أو كده أو في المطعم، ولا نعمل زي ما احنا كده في البيت؟ ده انا برضه عايزه اخد رايكم في النقطه دي. ردوا عليا برضه في الكومنت. طيب شوفوا عايزين نعمل لكم تحديات ايه تاني وانا اعملها لكم. طيب شوفوا عايزين نعمل لكم تحديات ايه تاني وانا اعملها لكم. كفايه كده بقى دوت خلاص، عشان انا لسه هنجرب حاجات كتير، فعشان اعرف انا كلت نص اهو، فعشان نعرف نجرب اللي بعد كده ونخش على اللي بعد كده وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني، والتاني حاجه معانا هنجربها مع بعض. هنشوف الكومبو ده جواه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام.
عشان تربط سوا ولا قبل سوا. الكوباية اللي معانا تاني حاجة علشان نستعد للمعركة. يلا بينا بقى نشوف ايه معانا. ايه سندوتش ده وايه من حكاية السندوتش ده اهو فيه ايه بصل ظاهر قدامكم كده، ظاهر بصل. اول حاجة معانا بصل مكرمل مكرملين اهو، وقطعة البرجر شايفين قد ايه يا جماعة؟ 150 جرام. قطعة البرجر وزنها 150 جرام. هما معرفيني انها كبيرة، بصوا قد ايه كبيرة ازاي؟ كبيرة جدا وفينا. وتحتها بقى صوصات وكابوتشا وخيار مخلل. فانتوا شايفين كده، بصوا كمان. لا موز ده عامل عظمة الصراحة. ويلا بينا نجرب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حلوة أوي. البصل أولا اللحمة طعمها طبيعي، بس كده اللحمة ايه فريش طازة، مش مجمدة بقى وملهاش طعم، لا اللحمة تحس انها بلدي. والبصل المكرمل اللي فيه ده عاطيله طعم حلو برضه. أنا اللي عديت فوقي لحد 20 دقيقة بس كده، مينفعش أتخطى 20 دقيقة. فيا ترى هنقدر في التحدي برضه ولا إيه ولا كالعادة؟ هنشوف مع بعض. بسم الله. مهم جدا. صراحة بيرفكت. هما قالوا لي قالوا لي ان اللي في قطع البيكن على البرجر عندي البرجر طعمه حلو كده، والبصل المكرمل فلفل كده جديد. طبعا هنقيمه بعد كده القطمة. ناخد بالك القطمة بسم الله. لا مفيش مكان. والساندوتش دون نديله 9/10. ليه بقى يا دنيا نديله 9/10؟ هقول لكم السر. علشان الساندوتش دسم جدا جدا،
فاي حد ما بيحبش الحاجات اللي هي الدسمه قوي مش هيحبه، لكن اللي بيحب الحاجات الدسمه والحاجات اللي طعمها قوي هيحبه جدا. وكل حاجه فيه حلوه قوي. التريكات اللي هم عاملينها ملائمه على بعض خالص. البصل بالكراميل وقطعة البرجر تخينة وكبيرة والخيار مخلل واضح. ويا جماعة أنا ما كنتش أخدة بالي بس هم أصلا حاطين في البرجر لافينه في طرب، يعني حاطين عليه طرب عشان كده عاطين طعم اللي هو بتاع المشويات اللي هو الطعم المختلف ده. اللي بيحب الطرب والأكل عليه هيعرف أنا بقول إيه. بصوا دي حتة من الطرب لفينه بيها. شفتوا بقى انا عرفت اقيم لكم ازاي بضمير، وقبل ما اعرف ان هو طرب قلت لكم ان هو دسم، صح ولا لا؟ قلت لكم ان هو دسم. فانا قلت لكم لا، اللي بيحب الحاجات الدسمه والطرب والحلويات اللي بتمتع والكلام ده هيحب اللي هو الحاجات دي. فانا ما كنتش عارفه ان هو في طرب الصراحه. والسندوتش ده اعتقد ان هو المعلم خلو. هو المعلم خلو اكيد، يعني هو لاقي عليه هو فعلا الاسم المعلم خلو. المعلم خلو عامل 140 جنيه بس الصراحه سعره تحفه على النظافه اللي فيه والكواليتي العاليه والبصل المكرمل والطرب. مفيش اي حد اصلا يعرف يعمل طرب بالتكنيك بجد. في البرجر بالذات ممكن يعملوا في كفته سهله عادي، لكن في البرجر دي جديده، انا اول مره اشوفها الصراحه. هو مش اعلان والله بجد، بس هو نظافه ان شاء الله كبير جدا. انا عارفه شو الطرب. ما تنسوش تشوفوا اول فيديو عاملاه هيعجبكم قوي، مش هتصدقوا اللي حصل ايه. وكان في واحده متابعه كتبالي عايزاني اجرب ليه الاكلات الغريبه والحاجات الغريبه اللي بتطلع على بعض دي. اي حد عنده حاجات غريبه قولوا في الكومنتس وانا هاخد رايكم وهعملها. شوفوا انتوا عايزين ايه، فيديوهات ايه تاني تحبوها وتحبوا ان انا اكتر منها، عرفوني برضه رايكم جميل جدا على فكره، عشان انا بعمل الفيديوهات دي عشان كنتوا.
طبعا هم مش مقصرين، هم جايبين دي فيها معلقة وبناديل، جايبين منها كريم، الصراحة أحلى كمان حاجات السندوتش البصل المفرمل. والله مع إني يعني مش من هواة البصل قوي، بس البصل المفرمل عطيله طعم جديد عن أي ساندوتش برجر باكله. هما طبعا حاطين الصوصات بتاعتهم الخاصة موت. كمية قد ايه؟ حد اللايك يبان فظيع. فاحنا بنستكفي بهذا القدر عشان نقدر ان احنا نكمل اللي بعده. انا مش عارفه وصفه كام دقيقه في ايه، بس اعتبروني ما خلصت الساندوتش عشان انا لسه في حاجات تانية هكملها عشان اعرف ادوق معاكم واعرفكم ايه الطعم، وهرجع لكم تاني. ويلا بينا نخش على اللي بعده. تاني ساندوتش معانا هنشوف ايه محتوياته وهل هو زي التاني ولا مختلف عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا قلت له انا عايزه سبيشال عن جروبي من الاخر. واو واو بجد. ده اعتقد اللي هو اسمه بومبا. ده اسمه الساندوتش ده ولا اسمه بومبا؟ ده ب 140 برضه. لا ده ب 155. اللي قبله كان ب 140، ده ب 155. عشان اللي عايز يروح يجربه. ده اسمه بومبا لارج. بومبا لارج. هنعرف دلوقتي محتوياته ايه. هو طبعا غرقان صوصات، غرقان صوصات ما شاء الله ما شاء الله. مش شايفين حد من الكمية، انا مش عارفه فرحان من كتر ما هو ايه غرقان صوص. شايفين؟ والحجم كبير جدا. والبرجرايه بصوا البرجرايه قد ايه؟ سميكه جدا. بصي البرجر سميكه كبيره. لا البرجرايه كبيره جدا على فكره، اكبر من اللي فاتت كمان. انا حاسه ان هي اكبر جدا يعني. وطبعا في صوصات والبرجر
وكاوتشة، وتحت برضه في صوصات برضه بتاعتهم الموتز الخاصة، وشرايح خيار مخللة. يلا نجرب مع بعض ونشوف الطعم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. رهيب يا جماعة، ما شاء الله. القهوة وطبعا فين؟ أنا حتى مش قادرة أشيله، ما شاء الله هو إيه كده. يعني هو يكفي، يعني يشبع جدا، وإزاي هو يشبع. كل عيش طازة، عيش بتاعهم طازة وحلو. متواصلين بالصوصات بتاعتهم جدا. بصوا السندوتش ده الصراحة عايز اتنين ياكلوه. ما شاء الله تقيل وكبير، هو مش عايز واحد بس اللي ياكل. هنقيمه 10/10. تقييمي ليه بومبا، يا رب أكون ما لخبطتش الأسامي. بومبا لارج 10/10. حطيت فيه صوص البيك تيستي، عاطين طعم تحفة. يا رب نقدر نخلصه. لا انتوا تيجوا تاكلوا بقى معايا، تعالوا كلوا معايا. الصراحة تحفة. هو الفرايز صواريخ ما شاء الله. السندوتش جوسي بدرجة ما شاء الله يعني. مش عايزة عشان ما يقعش في الأرض، مش عارفة هو الأرض. في حلويات وفي ليلة تانية، أنا مش عارفة نقدر نكمل ولا إيه؟ إحنا بنضحي النهاردة. الدايت باظ. هنعمل دايت من أول وجديد. واللي لسه يحط اللايك
متنسوش تحطوا اللايك يا حبايب قلبي، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، والله العظيم هو اللي بيرفع الفيديو. متنسوش اللايك. وطبعا الاشتراك وتفعيل الجرس، كل كومنت الحلو بتاعكم اللي هيشجعني وهبقى احسن واحسن من كلام كل حد. ده الايجابي مش السلبي. نرجع الناس السلبيين بقى عشان نتكلم. فظيع. انا عايزه اتكلم مع حاجه كده. انا مش عارفه اقول ايه، وصلت لكام؟ هنشوف بعد كده. ما جبتش الفيديو واشوف بقى انا وصلت لكام وكسبت ولا ما كسبتش ولا ايه. بس اعذروني بقى لو ما كسبتش، عشان ما شاء الله الاهداف كبيره قوي. وبالنسبه للفيديوهات القصيره انا بعمل لكم محتوى تاني برضه عشان اناسب ده وده، اناسب الاذواق. الفيديوهات الطويله والفيديوهات القصيره عملت محتويين ان انا اقدر اناسب اللي بيحب ده واللي بيحب ده. في ناس بتحب القصص وفي ناس ما بتحبش التحديات والكلام ده، وفي ناس بتحب التحديات وفي ناس ما بتحبش القصص. فانا حبيت ان انا اراضي الطرفين وعامله شورتس قصص وانا اللي بالفها. وحكايه دي بنعمل ايه يا جماعه؟ انا اللي بالف، يعني الناس اللي بالفها والله وبتعب فيها جدا. والسيناريو انا اللي بكتبه من اوله لاخره، ما بصبرش على حد. المذكره بتاعتي كلها انا بكتب القصه والمطلوب بتاعتها وبنزل ايه في الشورتس عشان الناس بتحب القصص وكده. فانا بحاول ان انا اراضي الطرفين. انتوا حبايبي ويكون دوت على دماغي. يا رب يكسب. ماتش بس لما ماتش كبير قوي بيخلص اعمل ايه؟ ما بيخلص. في حاجة احنا نسينا نقولها وبانت دلوقتي، اظهر وبان عليه الأمان. يا جماعة البرجر محشي جدا. شايفينه؟ البرجر كله جدا محشي جدا جواه. ظهر في الكاميرا؟ عشان كده بقول لكم انا مش قادره اكمل بجد. خرافه خرافه ما شاء الله اللهم بارك. انا مستعد بس اقول لكم وطبعا يا جماعه احنا بنحارب مع الساندوتش اللي مش عايز يخلص. فلو حد معدي ولا حاجه عايز جعان ياخد ساندوتش كله. اصحاب الضيف ما تفرجوش عليهم بتوع الضيف دول هيتعبوا.
4 كوبايات عشان انا بستغرب فانا بقول لكم بقى شجعوني كده عشان اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر، الفيديوهات اللي انتوا عايزينها واللي انتوا بتحبوها انا هعملها لكم. شوفوا انتوا عايزين ايه وانا معاكم. تحديات، نودلز كوري، شوفوا اللي انتوا عايزينه. الحقيقة يعني مش غايب راجل بيقول عشان ما حدش غايب لازم اعمل ايه كله. والله لو حدش غايب بس اعمل اصلا في حد مش حد غايب ممكن اطلع غير تشكيل فردي. مش كل الجمله في ايدينا دي هتخلص ولا مش هتخلص. بيبص ويبص مليان جدا معظم اصحابي بسيط جدا قوي طبعا زي ما كده. انا مش عارفه اجيب اكل ايه دلوقتي، هل انا مستنيه ولا وصلت؟ لو وصلت اعذروني عشان انا في كده كده. انا كده خلاص جبت اخر البيت من السندوتش ما عدتش قادره بس السندوتش 10 على 10 الصراحه ما شاء الله. كل اللي عايز يجرب مصر سبيشال ساندوتش بومبا لارج بومبا ويليه فرانكس صواريخ يلا بينا نخش على اللعبة. ارجع لكم تاني ونخش على التحليل الحلو بقى بتاع النص يا ولاد. الأقرب إلى قلبي كداليا شخصية الوافل. أنا بعشق حاجة اسمها وافل بجد. نفتح مع بعض. طبعا بصين حاطين شوكة سخينة مناديل موز I love it. نطلع التتبيلة الرابعة صبرا عليها حب كويس. واو واو يا جماعة شاهدوا هذا المنظر إنني من فرط الجمال أذوق. شوكولات ولوتس نص شوكولات ونص لوتس ظهر كده اهي. يلا نجرب مع بعض مع ان الواحد ما قعدش قادر فانا لازم اجربه الحلو بتاع ميكس
ومعلش الطبق بقى بتاعتنا جايب لنا السكينة والشوكة علشان نعرف نقطع القطع. جرب اللوتس ولا الشوكولاتة؟ جرب اللوتس الأول. دي لوتس نجرب مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هو فكرة كده مش ماشي في اللون مش اللي هو طري كده وطعمه حلو. واللوتس الأصلي اللوتس طعمه فظيع يا جماعة. اهو ده الحلو اللي لازم الواحد يتحلى بيه من نفسه. اللي بيعشق اللوتس هيعشق الوصفة دي فظيعة. ونشوف سعر الوافل معانا. وافل ميكس ب80 سعرها حلو جدا على فكرة. حطينا عليها بسكوت لوتس وشوكولاتة برضه، حطينا عليها صوص شوكولاتة. يا رب تكونوا مظبطين في الكاميرا. حطينا على الشوكولاتة بس صوص شوكولاتة ازاي؟ يا رب تكونوا مظبطين في الكاميرا. ونضيف عليه بسكوت لوتس برضه. نشوف كده بسكوت لوتس ولا ايه؟ حلو قوي. نجرب بقى الشوكولاتة. الشوكولاتة نجربها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شوكولاتة بالفانيليا. أعتقد إنها نوتيلا. دي شوكولاتة بالفانيليا وعليها صوص شوكولاتة. مين بعد ما بيحب الحلو بيحب يحدق، ومين بعد ما بيحب ياكل الحاجة ياكل حلو بس يبقى على كده. أنا بقى أحب آكل الحلو، أحب آكل الحلو وأحدق بعد كده. ما أحبش آكل المسكر ده آخر حاجة. مين زيي بقى؟ أنا ببحث عن توأمي. مين اللي بيحب الحلو وبعد كده يحدق بحاجة؟ في ناس بقى بتحب تاكل الحاجة وبعد كده تحلي بقى خلاص كده. لا مش معنى كده ان انا هكمل استخدامها خلاص.
جماعة الوافل لذيذ بشكل مش طبيعي، والله العظيم فظيع بجد. وعندهم بانكيك، عندهم حاجات كتير قوي. لو كان جالي المنيو كنت حطيت لكم المنيو جنبي على الفيديو وكنتوا شفتوه، لكن انا الصراحه مش معايا المنيو. ناخد حاجه تانيه لوتس، ناخد لوتس. هقول حاجه، حد الدايت ده لاصحاب الدايت، ربنا يكون في عونهم. كلي يا شيخ، كلي بلا دايت بلا بتاع، من هم اللي بيعملوا دايت بيخسوا. كلي حد يسيب الجبال ويعمل دايت؟ فظيعة، اللبوس فظيعة. واللبس تحفة تحفة تحفة. يا جماعة مين عندنا عشاق اللبس؟ اللي عشاق اللبس اكتبي تحت في الكومنت، وعشاق الشوكولات نكتبي رقم في الكومنت عشان اشوف مين الأكتر. هل في حد زيي مدمن لوتس ولا شوكولاته؟ انا عندي اللوتس احلى. هتلاقي معظم على فكره، عايزه اقول لكم برضه على حاجه، هتلاقي معظم اللي بيحبوا اللوتس مايلين للقهوه والنسكافيه والروقان. انا يا جماعه بموت في الروقان ده، انا ما اقدرش اعدي يوم من غير الفراشين بتاعي الصراحه. الشوكولاته جامده جامده، يعني فظيعه، جامده 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 فظيعه. متنسوش تكتبوا عليا تحت في الكومنت نعمل فيديوهات تانية ايه، وحابين نجرب ايه تاني، ايه التحديات اللي نخش فيها تاني. عرفوني برضه اتكلموا معايا، انا على فكره بنزل لكم منتدى وبرد برضه على كل اسئلتكم وكل الاجابات، يعني كل حاجه انا بجاوب عليها. ما بزعلش حد. وبعد كده واي حد ممكن يطلب مني اكلات غريبه اللي هي تجارب غريبه. انا سمعت واحده بتاكل نوتيلا على بصل على ما اعتقد، مش عارفه ده بيطلع طعمها ايه الصراحه. واحد يا جماعه بجد ممكن ياكل نوتيلا مع بصل، يعني هو يعني خلاص، يعني هو ده بدون التجارب ان انتوا تجربوا البصل مع النوتيلا. انا الصراحه ما جربتش الميكس ده، ولو انتوا عايزين تجربوا اصلا جربوا، بس انا مش عارفه انا ممكن يحصل لي ايه. قولولي، انا بحب التجارب الجديده والمختلفه، الميكسات اللي هي الغريبه اللي هي الصور مع مسكر مع حادق، الحاجات اللي هي الجديده دي والغريبه والمختلفه محدش اصلا بياكلها، انا ممكن اجربها عادي مش مشكله، ممكن يبقى فيديو لذيذ وحلو. بس اكتبوا لي في اخر حاجه في المنتدى عندي، اكتبوا لي كل واحده عندها اكلات غريبه او جديده، افكار نخلط ايه مع ايه، وانا هجيب كل المكونات ونخلط مع بعض ونقول لكم رايي بكل صراحه. وتكتبوا لي اسمكم في الكومنت برضه، مثلا مريم كذا، منا كذا، قولوا لي اساميكم كل يعني الوصفه التجربه حطي ايه مع ايه، وانا كذا من كذا، وكل واحده هقول اسمها في الفيديو
وانا مش قادره اقاوم الوافل الصراحه. الوافل باللوتس لازم تجربوه بجد. وكده احنا جربنا كل حاجه في الموز واكلنا الوافل بجماله. انا مش قادره اكل اكتر من كده علشان بجد ما شاء الله حاجه مهضومه والله بجد من كلامي. ودي كانت تجربتي مع مطعم موز، كانت تجربه تحفه جدا، وانا حابه اشكر الكاستنج بتاعهم جدا والشيفات بتاعتهم على الاكل الحلو ده والنظافه وكميه الصوصات اللي فيها والجبنه، حاجه بسم الله ما شاء الله ولا كلمه 10 على 10. ودي كانت تجربه حلوه جدا مع موز، ونعمل تجارب تانيه طبعا مع مطاعم كتير، نستخدم تجارب تانيه مع اي مطعم قريب برضو هنجربه، وهتبقى ان شاء الله افكار جديده وتحديات اكتر هنعملها مع بعض. كل ده فاجئكم بيه برضه، قولي زي ما انا قلت لكم كده هناخد اراء بعض وافكار بعض برضه. وما تنسوش بقى تحطوا اللايك الحلو بتاعكم يا امارات، والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم، وتكتبوا الكومنت الحلو اللي هيعرفني مدى حبكم ليا ومدى رضاكم بالفيديو. واشوفكم في فيديو جديد وتجربه جديده ومطعم جديد وتحدي جديد، واشوفكم على خير حبايب قلبي، ومع السلامه.